ايه رأيكم النهاردة بقى ان شاء الله نعمل مع بعض كده فطيرة بطريقة مختلفة عن الطرق اللي عملته بيها قبل كده، خاصة الناس اللي مش بتعرف ترص طبقات الفطير فوق بعض. هوريكم طريقة سهلة جدا. اول حاجة هنعجن العجينة بتاعة الفطير، وهي عبارة عن ده كده كيلو دقيق عمل لي 5 فطيرات. هحط عليهم معلقة سكر ومعلقة ملح. السكر بتديله طعم حلو قوي للفطير. هقلب كل الحاجات الجافة دي مع بعض، وبعد كده اضيف له المية وابتدي ان انا اعجنه كويس قوي لغايه ما العجينه بتاعتي تلم معايا وتبقى عجينه طريه بالشكل ده. تبقى كده، ده كده القوام بتاعها. خلاص هاخدها بقى، هجيب صينيه فيها زيت، كميه زيت كبيره، واخد العجينه بتاعتي اقطعها كور قد كده، يعني الكوره الواحده قد الخوخه كده، يعني عارفين ثمره الخوخ الواحده قدها. واحطها بقى في الصينيه في الزيت، واسيبها حوالي نص ساعه كده ترتاح. كل ما العجينه بترتاح بتتفرد معايا بسهوله. هاخدها بقى وابتدي افردها على الرخامه. وبص الفرد بتاعها بيبقى سهل لان هي ارتاحت، وطبعا الزيت بيسهل عمليه الفرد دي. هفردها كده واجيب صينيه اقلبها بالشكل ده كده، واحط عليها اول طبقه. اول طبقه من او اول كوره فردناها نحطها، ونحط زبده سايحه. ما ننساش طبعا نحط بين كل طبقه وطبقه زبده سايحه او زيت لو انتوا حابين زيت يعني. والطبقه اللي بعدها دي كده تاني طبقة. ما تقلقوش الزيت اللي حطيناه في الصينية هناخده في الاخر نصفيه ونستعمله عادي خالص، هو زيت نضيف مفيش فيه اي مشكلة. احنا ما حطيناهوش على النار، فهو زيت نضيف جدا. هتصفيه بمصفى وتحطيه في الازازة وتستعمليه عادي خالص. هنحط الطبقة التالتة وندهن برضو الزبدة، وبعد كده الطبقة الرابعة. يعني احنا بنحط حوالين الصينية كده 4 طبقات، نصها على الصينية ونصها على الرخامة، وبين كل طبقة وطبقة ندهن الزبدة بتاعتنا. بعد كده بجيب بقى اخر واحدة وبحطها من فوق، عشان دي بتبقى القاعدة بتاعة الفطيرة، عشان الحشو بتاعي ما يقعش مني. اجيب بقى الحشو، اي حشو انتوا عايزينه. انا هنا حشيتها بلحمة عصاج، ممكن سجق، ممكن بسطرمة، ممكن جبن، ممكن تونة. ممكن تعملوها حلو لو تحشوها سكر او مكسرات. وبعد كده بنحط بقى الجبنة عشان تمسك الحاجات دي كلها مع بعضها وتخليها تلزق في بعض. وابتدي بقى الم الاطراف كده عليها، يعني الم اول طرف كده وادهن برضو زبدة. طبعا معلش هو الفطير لازم يدهن كده، ما ينفعش ان احنا ما ندهنش والا مش هيطلع معانا مورق. وتاني طبقة المها كده برضو بالشكل ده، والتالتة والرابعة. يعني انا عملت 4 طبقات على الصينية وواحدة في النص، يعني 5 كور. يعني الفطيرة الواحدة بتاخد معايا 5 كور. هقفلها بقى كده وادهنها برضو زبدة واحطها بقى كده. بصوا ده كده شكلها. هشيلها بقى كده بالراحة خالص واحطها في الصاج بتاعي اللي هدخله الفرن. اكون طبعا مشغله الفرن قبلها عشان يبقى سخن. احطها بس هسيبها ترتاح الاول نص ساعة كده. بصوا انا حطيتها في الصينية دي وسبتها ترتاح نص ساعة، وبعد ما ارتاحت هيبقى سهل ان انا افردها واملى بيها الصينيه كده. انا سبتها ارتاحت، فبصوا سهل فردها ان احنا نملى بيها الصينيه بالشكل ده. احط عليها شويه الزبده المتبقيين دول وابتدي افردها كلها. زي ما قلت لكم الفرن يكون سخن قوي، وهندخلها الفرن ونسيبها لغايه ما تتحمر معانا وتبقى بالشكل ده، استوت كده واحمرت. ده كده شكل الفطيره بعد ما خرجت. بصوا بقى الكميه ما شاء الله، كل ده من حوالي كيلو دقيق. طالع طري وجميل ومورق وزي الفل. ما خدش مننا حاجة، والطريقة دي سهلة قوي، خاصة ان في ناس مش بتعرف تحط رقات الفطير او رقات العجين على بعض، فالطريقة دي هتسهل عليكم. زي ما احنا شايفين مورق من جوه، وطبعا الجبنة هي اللي خليته ملزق في بعضه كده، ودي هي اللي بتمسك الحشو في جواه يعني. ده كده الفطير بتاعنا. لو كنتوا بقى وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.